إن هذه المنافسة منافسة رجال وفرسان، ويشهد الله علي ما في خاطري مثقال ذرة زعل على أي واحد بهذه الدائرة، لا قريب ولا بعيد، يشهد الله علي بهذا الشيء. في 99 كان لنا موقف في فضل الله عز وجل إن قدرنا نقف هذا الموقف، والكل يعرفه ويعلم الله عز وجل كان عملنا خالص لوجه الله عز وجل. أقسم بالله عرضت علينا الملايين، قسما عرضت علينا الملايين وكأنها ما حرك شعر من جسمنا، ومورس علينا الترغيب والترهيب في كل الانتخابات اللي طافت. ولو التاريخ يعيد نفسه أقسم بالله لا أقف نفس الموقف. فالمجلس أنا حقيقة جربته في من المغريات، والمن والفضل لله عز وجل إن الله ثبتك على طاعته وقدرت فعلا يرشدك إلى طريق الحق، فهذا أكبر مكسب، ونحمد الله على الستر والمصونة في هذه الفترة. أنا حقيقة سعيد وفرح بهذه الوجهة الطيبة، ويزودني فخر واعتزاز إن كلها من أطياف الشعب الكويتي بدون تحديد، كل اللي موجودين أقارب وأخوان وأحبة وجيران، وأفتخر وجزاكم الله خير إنكم شرفتونا في محلكم. فهذا الفخر وهذه الجمعة، ويا جماعة احنا بالكويت أقسم بالله كنا أسرة واحدة. لا يغركم بعض المشاحنات، كل هذه مؤقتة، تبقى الرجال رجال والبلد للجميع. ولما أشوف كل أطياف الشعب الكويتي أنا ارتاح وينشرح صدري، لأن فعلا إذا منحتني الدائرة الثقة لأني أعتبر أمثل الأمة بأسرها، ما مثلت في أدم. الوطن مو الواحد والآخر، الوطن للجميع، الوطن مسؤولية الجميع.